السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة هاكلمكم على 3 حاجات مهمين جدًا، جدًا خاصين بالمشاكل اللي موجودة حوالين ماتش الأهلي والزمالك، وهل الزمالك هيلعب والّا لأ هذه المباراة والّا هيرجع في كلامه مجلس الإدارة ومش هيتمسك بقراره بالانسحاب، وهل هو إحنا بنسميه انسحاب والّا بنسميه إن الزمالك مش هيلعب الماتش عشان المسميات دي الحقيقة بتبقى عاملة بعض المشاكل عند بعض الناس يعني. النقطة التانية اللي عايز أكلمك فيها، هل الزمالك اتورط كمجلس إدارة لما أعلن حاجة زي دي والّا لأ؟ والنقطة التالتة اللي هي هتكون مفاجأة كبيرة جدًا، جدًا، إيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية، وهل الماتش فعلًا هيعتبر الزمالك فيه منسحب وهيُحسب ال3 نقاط لصالح النادي الأهلي والّا هيبقى في رَد فعل؟ هيبقى في رَد فعل ورَد فعل قوي جدًا هاقول لك عليه في نهاية الفيديو. خلّينا نبدأ في الأول، أنا لمّا اتكلّمت على البيان اللي صدر من مجلس إدارة نادي الزمالك، أنا انتقدته الحقيقة وقُلت إن أنا شايفه بيان هزيل وضعيف. ليه شايفه بيان هزيل وضعيف؟ لإن البيان طالع تحس إنه جايب لك كلمة من الشرق على كلمة من الغرب وما أنتاش عارف مشكلة النادي فين بالضبط. يعني أول حاجة قال لك الأخطاء وخطأ مباراة المصري وأحمد الغندور والأخطاء التحكيمية المستمرة، وبعدين راح جايب لك تاني حاجة اتكلّم لك عليها وقال لك المؤجلات اللي هي ما بتتلعبش من غير ترتيب. انا معاك ان ما ينفعش ان الاهلي يلعب ماتشين للداخليه على ماتشين لفاركو وتحس ان القصه فيها كوكتيل لخبطه كده وعك، بغض النظر بقى عن ان كان في قصد او ما فيش قصد. لكن العك اللي بيحصل ده هو ما حدش اكيد هيبقى راضي عنه يعني. وحتى انا لما اتكلمت عن التحكيم وانتقدت التحكيم وقلت لك في ماتشات كتيره جدا جدا بره نطاق الاهلي والزمالك الحكام بيعملوا فيها مشاكل كبيره قوي، وكان اخرهم ماتش سيراميكا كليوباترا مع فيوتشر اللي علقت عليه. حصل فيه كارثتين من صبحي العمراوي الحكم اللي كان بيدير. الكارثه الاولانيه ان هو عمل لك ايه، ادى انذار تاني لخالد رضا، ولما الناس راحت اعترضت عليه وقالت له ده الانذار التاني، راح مدي الانذار لعلي زعزع وطلع خالد رضا بره القصه خالص. النقطه الثانيه انه راح يراجع اللعبه بتاعه احمد ياسر ريان على انها اوفسايد والفار استدعاه. طب بروتوكول الفار ما بيقولكش استدعي في حاجات زي كده. في كرات التسلل دي في جهاز بيرسم خطوط وهكذا، عشان ما نخرجش يعني بره الموضوع. وحتى بالمناسبه سيراميكا طلع بيان بيشرح فيه المشاكل التحكيميه والظلم التحكيمي اللي بيتعرض له. اذا التحكيم فيه مشاكل، لكن انا عايز اقول لك ليه الزمالك ما اعترضش بمجرد ما اتعلن جدول المؤجلات بعد انتهاء فتره التوقف وتبلغ بيه الانديه كلها؟ ما اعترضتش ليه وقتها؟ هنا اعتراضك كان هيبقى يعني مهم جدا ومحل اعتبار بالنسبه للناس كلها، لكن البيان دخل وعك الدنيا كلها في بعضها، عشان كده انا ما كنتش راضي عليه وانتقدته. طيب ايه الوضع؟ الوضع لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها مع بعض في اتنين: رئيس النادي كابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان، الاتنين متبنيين قصه الاصرار على الانسحاب. لان احنا هنا بنقول ان الزمالك قال في بيانه انه رفض انه يكمل بقيه الماتشات، واخر ماتش هيلعبه فاركو. يعني معنى كده ان هو ما بيتكلمش عن ماتش الاهلي بس، ده بيتكلم عن ماتش الاهلي والماتشات التانية اللي اعلنت في جدول الترتيب اللي المفروض ان الزمالك هيلعبها. فالازمه هنا مش هتبقى موجوده في ازمه مباراه الاهلي فقط، لا، تمسك حسين لبيب واحمد سليمان بان الزمالك لن يخوض اي مباراه بعد مباراه فاركو. بعض من اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين في المجلس بيتكلموا بيقولوا ان احنا زي ما في بعض جماهير الزمالك بتقول لك الحكايه دي، بتقول لك والله الاهلي حاليا هو مش في احسن احواله، مش في احسن مستوياته، ما نلعب وايه المشكله، لكن هتبقى خسرت. يعني بمعنى ادق هتبقى خسرت وقفه الجماهير، لان الجماهير كلها ملتفه حوالين قرار الانسحاب وعدم تكمله الدوري. طيب ايه هي المفاجاه؟ طالما ان انت ممكن تقول لي ما انت ما ضفتش جديد، ما هو لغايه دلوقتي الزمالك متمسك بموقفه. وطبعا طلع ثروت سويلم وعك الدنيا كلها في قلب بعضيها وقال كلمتين ما لهمش لازمه. عشان كده احنا دايما بنقول يا ريت يا جماعه، خاصه في المراحل اللي بيكون فيها ازمات وفيها مشاكل كتيره والاحداث اصلا مش مستحمله حاجه، يا ريت اللي يطلع يتكلم يبقى فيه متحدث اعلامي، حد عارف هو بيقول ايه. ما ينفعش حد يطلع يهرتل بالكلام ويعمل مشاكل ويزيد من الازمه، لان هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اللي بنتكلم ان احنا محتاجين دلوقتي حد يطلع
يدير المشكله بشكل، وحتى التصريحات تكون فيها يعني بعض التصريحات اللي هي تليق بمسابقه محترمه بتتلعب في دوله محترمه. لكن الكابتن ثروت سويلم باللي عمله ده خلى الزمالك اخذ قرار انه هيشتكي للمحكمه الرياضيه بسبب عدم انتظام جدول المسابقه والمحاباه، يعني على حد قولهم، لانديه على حساب انديه اخرى، ومفيش عداله في المنافسه. طب اللي هيتم ايه؟ ماتش الزمالك والاهلي هيتلعب ولا لا؟ هي دي المفاجاه اللي انا بكلمك عنها. مباراه الاهلي والزمالك هيصدر بيها قرار بالتاجيل. هيصدر ايه؟ هيصدر بيها قرار بالتاجيل. مش بس كده، خلال الساعات القليله القادمه هيصدر قرار بحل اتحاد الكره المصري وتعيين مجلس اداره منتخب يدير الاتحاد لحين عقد انتخابات جديده.